تعرف الاعلان الاخير خسرهم كام؟ قصدك كلفهم؟ لا يا سيدي، خسرهم مش كلفهم. انت ما تعرفش ان في شركات جامده جدا خسرت مبالغ ضخمه بسبب الاعلانات؟ لو ما كنتش تعرف تعال احكي لك. ريد بول بيعطيك جواني. بتحب تشرب ريد بول كتير؟ طب طلع لك جناحات ولا لسه؟ طبعا انت مستغرب من سؤالي، بس هو ريد بول المفروض بيعطيك جوانح. سوري، جايلك بلبس الشغل ما لحقتش اغير. وفي واحد قعد يشرب ريد بول لمده 10 سنين، ولما ما طلعوش جناحات راح رفع عليهم قضيه وقال لهم انتوا قايلين ان هو هيديني جناحات وما ادتنيش. بتحط نفسك في مواقف بايخه. الشركه هنا ردت وقالت له لا يا استاذ، انت فهمت السلوجن غلط، ده مجاز يا محترم. المقصود ان الكافيين الكتير اللي في ريد بول هيعلي تركيزك ويسرع ردة فعلك. هنا الراجل رد عليهم وقال لهم ده كمان ما حصلش، انا بقالي 10 سنين بشرب ريد بول، لا تركيزي زاد ولا رد فعلي بقى اسرع ولا اي حاجه. يلا يا راجل بلا كدب بقى، بولسك ده كداب كدب الابل. ورفع القضيه، وفضلت القضيه شغاله لحد ما اتحكم فيها بتغريم ريد بول 13 مليون دولار. ده شيء لا يتحمله بشر ولا بني ادمين يا باشا. استنى بقى كده قبل ما عينك تلمع، الفلوس دي ما راحتش للراجل اللي رفع القضيه دي بالتحديد، ولكن راحت لكل المستهلكين اللي شربوا ريد بول وما طلعلهمش جناحات. يعني في الغالب انا وانت لينا نصيب من الموضوع، والصراحه انا مش عارف هم حسبوها ازاي وطلع نصيب كل واحد كام، ولكن تقريبا القاضي حب يقدر الشركه والراجل اللي رفع القضيه مع بعض. ورغم ان ريد بول دفعت الغرامه، قالت انا شركه محترمه ما ضللتش حد والمنتج بتاعي حقيقي. انت كان قصدك شريف، بس قابلني بقى لو حد صدقك. لو ما عملتش تجارب ما تقولش ان انا عملت، عشان دانون دفعت 45 مليون دولار غرامه بسبب زبادي اكتيفيا، عشان قالت ان هو في الاعلان اثبت علميا واكلينيكيا ان هو بينشط الجهاز المناعي وبينظم عمليه الهضم، وباعته اغلى 30% من المنتجات التانية. ما هو بينشط بقى الجهاز المناعي بقى، وكل واحد يشتريه عشان ياخد الميزه دي. بياع خلبوص. لكن اللي ما عملوش حسابه ان واحد من المستهلكين رفع عليهم قضيه وقال لهم فين الدليل. وهنا المحكمه طلبتهم بالدليل، وظهر ان ما كانش في اي تجارب لا علميه ولا اكلينيكيه ولا حتى في اي حاجه تثبت ان هو بينشط الجهاز المناعي ولا بينظم عمليه الهضم اصلا. المحكمه كده اعتبرت الاعلان ده تضليل وغرمتهم 45 مليون دولار، واجبرتهم ان هم يحذفوا الكلام ده من الاعلان. وفعلا دانون دفعت الغرامه، بس علقت على الحكم وقالت اشمعنى احنا؟ يعني ما كل الناس بتكتب على منتجاتها مثبت علميا ومحدش بيعمل لهم حاجه، ودي جمله تسويقيه يعني هي جت علينا. يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ وهنا نقدر نشوف خطورة فعلا ان انت تتكلم في اعلاناتك بكلام مش حقيقي. بس هيفضل برضو المبلغ اللي دفعته دانون تعويض اقل بكتير جدا من اللي دفعته سبلندا لما عملت نفس الغلطة. والله غبي، والله غبي. وعملت حملة اعلانية للسكر بتاعها بتقول فيه مصنوع من السكر عشان كده طعمه زي السكر، بس الحقيقة ان المنتج بتاعها كان مركب كيميائي مفهوش سكر حقيقي خالص، واللي اعتبرته المحكمة نصب على المستهلكين وغرمتها 200 مليون دولار. أما فولكس فاجن فعدت الكلام في الملايين ودخلت في المليارات على طول. ده ليه بقى؟ لأن حملة إعلاناتها اللي عملتها في أمريكا من 2008 ل 2015 واللي كانت بتسوق لأنها بتبيع عربيات ديزل نظيف، وقالت في الإعلان إن عربياتها الجديدة انبعاثاتها قليلة جدا وصديقة للبيئة، وده هيخليها تحتفظ بقيمة عالية لو حبيت كمان تبيعها. الحملة نجحت وكسرت الدنيا وباعوا 550 ألف عربية. ارزوها بالحلال يا رب. وبعد 7 سنين اكتشفوا ان فولكس فاجن بتغش في اختبارات الانبعاثات بتاعتها، وانها كانت حاطه في عربياتها اجهزه تبين ان الانبعاثات دي قليله، بالرغم ان الحقيقه كانت اكتر من المسموح ب 40 مره. شربتها يا كروديا. ورفعت لجنة التجارة الفيدرالية قضية على فولكس فاجن واتهمتها بخداع المستهلكين، وهنا دفعت فولكس فاجن 9.5 مليار دولار تعويض للمستهلكين. بتقول ايه؟ ده غير بقى الغرامات اللي دفعتها عشان البيئة. تفتكر الإعلانات دي لو عندنا أو اتعاملت بنفس الطريقة كام شركة هتدفع غرامات أو تعويضات؟ أظن الشركات كلها هتدفع غرامات. طيب يا سيدي شكرا، كفايه.